دي ميزة انت مش هتحس بقيمتها الصراحة الا لما تجربها وتلاقي نفسك اولا موفر فلوس، ثانيا شغلك ما بيعطلش. انت حتى ممكن من وقت لوقت تريح البطارية وتشتغل بدونها بسلك مباشر عادي، مفيش اي مشاكل. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما انت عارف طبعا من عنوان الفيديو ان احنا هنتكلم عن موازين الليزر بشكل عام وميزان ليزر الساندواي التلاتة خط بشكل خاص. طبعا يعني انا حابب اقول كلمة في الاول عن موازين الليزر، ان موازين الليزر دلوقتي هي من الاجهزه اللي خلاص فرضت نفسها على اي واحد شغال تشطيبات، اي واحد اي صنايع عامه، كهرباء، سيراميك، الحاجات دي كلها خلاص ما بقتش تقدر تستغنى عن موازين الليزر في شغلك. زمان عشان مثلا على سبيل المثال كنت تنقل علبه من نقطه لنقطه تاني كنت بتحتاج ميزان ميه وواحد تاني يمسك قصادك وخرطوم وحاجات كده. دلوقتي لا يا باشا، بميزان الليزر في الظرف ثانيه لا ثانيه انت بتقدر تاخد العلام بتاعك وتنقله على منسوب الشقة كلها بدون أي مشاكل وبدون أي وقت. بس دلوقتي بسبب الأزمة اللي احنا فيها في مصر وغلاء الأسعار طبعا وقلة الاستيراد، فأصبحت موازين الليزر من الأجهزة الغالية جدا، يعني أكتر من المعتاد. يعني هي في العادي هي سعرها مش رخيص، ولو بيبقى في منها حاجات صيني دي ما بنصحش بيها، لكن في العادي الموديلات الكويسة ما بيبقاش سعرها رخيص. لكن بسبب الأزمة دي فبقى سعرها أعلى وأعلى. طيب احنا دلوقتي عايزين حاجة تكون محترمة جدا وفي نفس الوقت يعني ما يكونش فيها أي ضرر من استخدامها، ما يكونش مثلا تطلع معايا خطأ في القياسات أو تطلع معايا خطأ في المناسيب أو في الارتفاعات أو في أيا يكن، وفي نفس الوقت يكون سعرها كويس وفي المتناول يعني. فأنا كنت رشحت قبل كده الجي ال ال 3 اكس وقلت ان هو ده افضل حاجه في فئه سعريه قليله، لكن برضو ستيل الجي ال ال 3 اكس امكانياته محدوده بالنسبه لبعض الناس تانية بتعوز مثلا مدى اكتر من 15 متر. الجي ال ال 3 اكس المدى بتاعه 15 متر بس، بتحتاج حاجه 360 درجه، جي ال ال 3 اكس 180 درجه، فكل دي حاجات هو ما بيقدمهاش الجي ال ال 3 اكس بالرغم من جودته وجودة تصنيعه، لكن هو معمول عشان يبقى الامكانيات بتاعته هي دي. لكن بعد كده لما تيجي تتكلم في الليفل الاعلى منه هنخش على الجي ال ال 380 بجميع موديلاته، وده بيبتدي دلوقتي من 9 و10000 جنيه. فمش كل الناس في قدرتها ان هي تشتري الجهاز ده، فعشان كده هرشح لكم النهارده ميزان الساندواي ال 360 درجه 3 خط ليزر اخضر بالموديلين بتوعه، وهعمل لكم مراجعه شامله عنهم في فيديو النهارده. من غير ما اطول عليكم يلا نبدا في المراجعه، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو. في البدايه انا حابب اعتذر لكم والله ان انا كان نفسي اجيب الجهازين معانا هنا ونعمل لهم مراجعه مع بعض واشرح لكم امكانياتهم كلها عملي، لكن للاسف يعني مش عايز اقول لكم ان احنا يعني لو بادجت، لا ده احنا نو بادجت يعني. فيلا الحمد لله. فما تتسرعش بس وتقفل الفيديو، انا هحاول اعرض لكم الميزانين بالصور وبالفيديوهات كاني بعمل لكم مراجعه للميزانين معانا هنا بالظبط ان شاء الله. تمام، هنبدا اولا في مميزات الجهاز ده وثانيا في عيوبه، وبعد كده هنحدد الناس اللي تشتريه والناس اللي ما تشتريهوش، عشان بقى ما تجيش تشتريه وهو بيبقى امكانياته اعلى من اللي انت طالبه فبالنسبه لك يبقى تكلفه زياده. تمام، يلا بينا نبدا بمميزاته. في البدايه الميزانين هما نفس الامكانيات بالظبط. طيب ايه الفرق الوحيد ما بينهم؟ هقول الفرق عشان نخلص وبعد كده نقول جميع المميزات. الفرق الوحيد ما بينهم ان الاولاني عدسه علويه والتاني عدسه سفليه، يعني الخط الافقي اللي هو 360 درجه في الموديل ال 3.7 بيبقى الخط من فوق، وفي الموديل ال 3.8 بيبقى الخط من تحت. طيب ده يعني مين يحتاجه اكتر؟ الناس بتوع الجبسون بورد بيحتاجوا الخط اللي من تحت، الناس بتوع السيراميك بيحتاجوا الخط اللي من فوق. لو انت شخص بتاع تشطيبات الاثنين واحد بالنسبه لك، وهات الخط اللي من فوق لان هو العادي اللي متعودين عليه وفي نفس الوقت تكلفته اقل. بس ده كان الفرق الوحيد ما بينهم. طيب بعد كده ايه مميزات الجهاز ده؟ اولا ميزه الجهاز الاولى ده في سعره. انت مستحيل هتلاقي الجهاز زي ده بنفس السعر ده من ماركه زي دي بالامكانيات دي تقريبا. فهو الجهاز ده من ناحيه السعر حقق المعادله الصعبه. تمام، لكن انا مش هقول سعره لان الاسعار دلوقتي زي ما انتم عارفين بتتغير ومش ثابته، فانا مش عايز اقول سعر والناس تروح تلاقيه بسعر تاني. فانا هسيب لكم الموديلات واسيب لكم افضل ناس بتبيع الاجهزه دي، وانتوا بقى ايه عليك ان انت تشوف يعني متوفر عند مين وتشتري منه. تمام، تاني ميزه في الجهاز ده ان هو ليزر اخضر. الليزر الاخضر بيبقى اقوى بكتير من الليزر الاحمر تحت
تحت اشعه الشمس، ومش هقول لك تحت اشعه الشمس المباشره، تحت اشعه الشمس المباشره هتبقى شايفه بالعافيه وممكن ما تشوفوش اصلا، ده على حسب المكان اللي انت شغال فيه. لكن انا بكلمك لو انت شغال في مكان مقفول ولكن داخله اشعه شمس قويه، فبالليزر الاحمر انت ما بتشوفوش، ما كناش بنقدر نشوفه الا باستخدام النضاره، وبيبقى فرق بسيط جدا. لكن بالليزر الاخضر انت ما عندكش اي مشاكل، لو المكان اللي انت شغال فيه كله مفتح الشبابيك مثلا، مش شغال تحت الشمس مباشر، مفتح الشبابيك وداخل الشمس عندك، فالليزر الاخضر بالنسبه لك هيبقى قوي جدا وافضل من الاحمر بكتير، وهتشوفه مفيش اي مشاكل. الميزه الثانيه وهي مدى الجهاز. عشان اتكلم عن مدى الجهاز هتكلم الاول عن الجهاز ده بيشتغل ازاي. الجهاز ده بيشتغل بنظام ال 360 درجه، يعني بيدي الخط الواحد بتاعه في 4 اتجاهات. الناس بتقول عليه 4 خط، لا هو مش 4 خط، هو خط واحد بس، بدل ما هو 180 درجه في اتجاه واحد او اتجاهين، هو 360 درجه في ال4 اتجاهات. فالجهاز المدى الواحد بتاعه 20 متر، فانت لما تحط الجهاز مثلا في نص المكان اللي انت فيه البروجكت بتاعك او ورشه العمل بتاعتك، فالجهاز هيديلك 20 متر قدامه و20 متر وراه، فانت كده فعليا المدى بتاعك 40 مش 20. دي اول ميزه فيه، ان هو 40 متر، و40 متر بالسعر ده دي حاجه مش يعني حاجه لا يستهان بيها وحاجه مش قليله. تمام. تاني حاجه الجهاز بطاريه، ودي ميزه يعني الناس مش مدركه اهميتها، بس هي ميزه مهمه جدا. لان اولا الجهاز الليزر وخصوصا الاخضر بيسحب بطاريات كتير جدا، لان الليزر الاخضر بيبقى اقوى بمراحل من الليزر الاحمر، فبالتالي انت بتلاقي نفسك بعد مثلا كام شهر دفعت ثمن الجهاز تاني في البطاريات. لكن الليزر الساندوي بيجي معاه الشاحن بتاعه والبطاريه بتاعته بتشحن، غير ان البطاريه متوفره في الوكيل اصلا مفيش اي مشاكل. غير ان انا اقول لك على حاجه، ان هو في سوكت شحن في البطاريه وفي سوكت شحن في الجهاز. طب ايه ميزه سوكت الشحن اللي في الجهاز؟ ممكن اقول لك لو البطاريه لا قدر الله حصل لها حاجه وبعتها الوكيل تتصلح او تتغير ولسه هتاخد وقت، انت مش هتعطل، انت باستخدام اي شاحن موبايل عادي هتوصل الجهاز بالشاحن وهيشتغل معاك مفيش اي مشاكل. دي ميزه انت مش هتحس بقيمتها الصراحه الا لما تجربها وتلاقي نفسك اولا موفر فلوس، ثانيا شغلك ما بيعطلش، انت حتى ممكن من وقت لوقت تريح البطاريه وتشتغل بدونها بسلك مباشر عادي مفيش اي مشاكل. الحاجه اللي بعد كده وهي الشنطه والمحتويات بتاعه الجهاز عامه. الجهاز بيجي لك في شنطه محترمه جدا، غير ان هو الشنطه دي يعني الى حد ما بتحافظ لك على الجهاز، لان مفيش اي مساحه الجهاز يتحرك جواها، فبالتالي ما بتعرضش صدمات كتير. واخطر حاجه ممكن يتعرض لها اي جهاز ليزر هي الصدمات، لان بتاثر على العدسه اللي جوه، فبالتالي بتعمل لك مشاكل. فالكرتونه فالعلبه بتجيلك وبيجي معاها على ما اتذكر بيجي معاها حامل حائطي، بيجي معاها ريموت كنترول للتحكم عن بعد. الحامل الحائطي بيبقى ماجنتيك، والريموت المدى بتاعه شغال اعلى من مدى الجهاز نفسه، فبالتالي مش هيسبب معاك اي مشاكل. غير ان هو بيجي معاه قاعده كده بتقدر تتحكم فيها، يعني رجلاش كده تقريبا حجمه 5 سم او حاجه، بحيث ان انت لو عايز تاخد سفل من سيراميك او تجيب حاجه من الارض ما يبقاش الجهاز على الارض مباشر، وفي نفس الوقت بتقدر تطلع وتنزل كده كام سنتي. ده غير ان الجهاز نفسه عليه طبقه من الرابر، يعني الى حد ما ضد الميه وبتحميه شويه من التراب، وطبعا يعني من الصدمات الخفيفه. بس انا بلاش ميزان الليزر، يعني ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف ان هو يتعرض للصدمات. اما بالنسبه لعيوب الجهاز فيعني انا من وجهه نظري انا مش شايف اي عيوب للجهاز الحقيقه. يعني انا ليا معاه سابق استخدام كتير جدا، ما جاليش منه اي مشاكل، ما جاليش منه اي شكاوى، غير ان هو معاه ضمان 6 شهور. يعني يمكن هو ده الحاجه الوحيده اللي انا بعلق عليها، يعني جهاز بسعر مثلا مش قليل ممكن يوصل ل 2900 جنيه، فانا محتاج ضمان على الاقل سنه. بس هي دي سياسه الوكيل بتاعه ان هو بيدي 6 شهور. غير كده ان الوكيل بتاعه شركه يونيمار، ودي نقطه من نقط القوه بتاعته، ان شركه يونيمار معروفه من زمان وكانت هي وكيل بوش، فدي شركه قويه جدا، والضمان بتاعها يعني ضمان حقيقي، والسنه عندها كويسه وخدمه ما بعد البيع كويسه، فدي نقطه قوه للجهاز. طيب في اخر الفيديو عايزين نقول مين الناس اللي هي تشتري الجهاز ده. زي ما قلت لك انا مش هقول سعر الجهاز كام، بس يعني رينج سعر الجهاز بيتراوح زي ما قلنا من 2000 يعني انا لما كنت شغال فيه كان بيتراوح من 2300 جنيه ل 2500 جنيه، ده كان اخره.
دلوقتي ممكن يوصل 2900 جنيه او 3000 جنيه، وممكن الناس هتلاقيها بتبيعه ب 3000 وحاجه كمان، مستغل ان هو قليل دلوقتي عند الوكيل لان مفيش استيراد. لكن هو ده رينج السعر، فستيل رينج السعر ده مش رخيص. فبالتالي ما ينفعش مثلا ان انا ابقى عايز اعمل حاجات بسيطه، او انا مثلا شخص في البيت، وفي ناس بتحتاج ميزان شرب في البيت لانها بتحب كل حاجه مظبوطه. يعني طابلوزه اللي انا معلقه ورايا ده هو لازم اعلقه ميزان شرب. اي حاجه يعني من الحاجات اللي انت بتعملها كديكور بيبقى عايزها لا هي مظبوطه بالملي، فبالتالي الناس دي بتحتاج ميزان شرب في البيت. فبالتالي انا ما برشحش ميزان زي ده في البيت خالص بسبب تكلفته. انا ممكن اجيب الجي ال 3 اكس، او حتى ممكن اجيب اي حاجه صيني. يعني في الحاله زي دي انا مش هضغط على الجهاز، فالصيني هيبقى معايا كويس. يعني ما برشحوش قوي، بس بالنسبه لواحد هيستخدمه مره مثلا كل شهر ولا كل 3 شهور فهيبقى حاجه كويسه يعني. لكن ما ينفعش مثلا انا ابقى شخص يعني شغلي مثلا كهرباء، اقصى حاجه بشتغل فيها 10 متر ولا 5 متر، وبحتاج مثلا انقل علبه من هنا لهنا لحته صغيره، يعني ان انا اجيب جهاز زي ده، فبالتالي هيبقى تكلفه زياده معايا. قدرت اجيب جهاز زي ده للزمن بعد كده، وطبعا جهاز زي ده مش هيخسر معايا، اجيبه مفيش مشاكل، لكن مش هحتاجه، هتبقى تكلفه زياده معايا. الجهاز ده يجيبه لو واحد مثلا كان محتاج الجي ال 380 لانه بيشتغل في مواقع وبيشتغل في اماكن خارجيه والكلام ده كله، بس ما قدرش يجيب ال 83، فيجيب الجهاز ده ويشتغل بيه مثلا بعد اشعه الشمس ما تخف شويه في المواقع الخارجيه، هيشوف عادي مفيش اي مشاكل. لانه ما بيدعمش الريسيفر مش زي البوش. الناس بتجيب البوش تشتغل بيه في اشعه الشمس على طول وبتاخد الاشاره بالريسيفر. فهو ده يعني، هي دي الحاله اللي انا ارشح فيها ان انت تشتري الجهاز ده. غير طبعا لو انت شخص بتاع تشطيبات، بتشتغل في مساحات كبيره، في فيلل مثلا، في شقق كبيره، مساحات مفتوحه، الحاجات دي كلها انصحك برضو بالجهاز ده. لكن غير كده بلاش، يعني بلاش تبقى تكلفه زياده عليك. وبس كده من غير ما اطول عليكم، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.